السلام عليكم. بعد عودة المنتخب بعد مباراة نيجيريا هنرجع تاني بقى للدوري وبطولة أفريقيا الكونفدرالية للزمالك وبطولة دوري الأبطال الأهلي وبيراميدز، وطبعا المصري معانا في بطولة الكونفدرالية. بس خلينا في الدوري عشان احنا في الدوري يعني مهزوزين. بطولة الكونفدرالية إن شاء الله نعدي دور المجموعات، عندنا المصري المباراة الجاية إن شاء الله يعني. الزمالك في بطولة الدوري، الزمالك لحد الآن لعب 12 مباراة، فاز في 6، تعادل في 4، تهزم في 2، ليه 18 هدف وعليه 9 أهداف، 22 نقطة. يعني مش بعاد قوي، يعني مش بعاد قوي عن المراكز الأولى. بيراميدز والأهلي طبعا قريب يعني. بس احنا الزمالك كشكل بقى، كشكل والمشاكل اللي احنا فيها دي هيبقى شكلنا ايه؟ احنا بقينا 8 مباريات: سموحة وإنبي، بتروجيت، كهرباء إسماعيلية، حرس الحدود، زد، بيراميدز، الاتحاد الاسكندري. فاضل لنا 8 ماتشات على انتهاء الدور الاول او الانتهاء من اللي هي المرحلة الاولى. اللي بعد كده طبعا عارفين الدور التاني يبقى شكله عامل ازاي. هيتقسموا لمجموعتين، 7 فرق هينافسوا على على بطولة الدوري، والباقي هينافس على تحسين المراكز والهبوط. احنا طبعا هنبقى من السبعة طبعا اللي المفروض يعني هننافس على ايه؟ على بطولة الدوري. بس احنا كشكل الزمالك عندنا 8 مباريات، 8 في 3 ب24 نقطة، واحنا عندنا 22 نقطة. يعني ممكن نقدر نحصل ال 24 نقطة ونعمل المعجزة في ظل الظروف اللي الزمالك فيها دي. ممكن ممكن. الزمالك قادر على كل حاجة، والزمالك ولعيبة الزمالك قادرة في الأوقات الصعبة إنها تحقق المستحيل. كل التوفيق لنادينا العظيم الزمالك الفترة المقبلة، ويا رب يا رب الأمور تستقر والدنيا تهدى بقى، عشان نشوف تاني الزمالك مدرسة الفن والهندسة، ويعود بنا الاستقرار من جديد. سلام يا أحلى جمهور في الدنيا.